السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول إعدادي، معاكم مستر محمد دمراوي مدرس الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية. رجعنا النهاردة وعاملين لكم حتة دين مراجعة جامدة جدا لطلاب الصف الأول إعدادي. هنتكلم الأول عن أول فيديو هينزل وهو الجغرافيا. يلا بينا. بيقول لك في الجغرافيا حبيب قلبي إن أنا عندي معظم طلابنا دلوقتي بيعانوا من سؤال بما تفسر. أول سؤال بما تفسر في الجغرافيا بيقول إيه؟ تختلف النجوم حسب درجة الحرارة. أيوة طبعا النجوم بتختلف ألوانها، تختلف ألوان النجوم حسب درجة الحرارة. يبقى بما تفسر تختلف ألوان النجوم، تختلف ألوان النجوم بسبب اختلاف درجة الحرارة. طيب النجم اللي أشد حرارة لونه أزرق، أقل حرارة لونه أحمر، يبقى إذا يتسبب اختلاف درجة الحرارة النجوم. أقل حرارة لونها أحمر وأشد حرارة لسه قايل لك لونها أزرق، يبقى إذا ممكن يجي لك بما تفسر تختلف النجوم حسب درجة الحرارة. قول له ألوان النجوم بتختلف حسب درجة الحرارة، أشد حرارة لونها أزرق، أقل حرارة لونها أحمر. السؤال الثاني أهمية النجوم. أول حاجة أهمية نجم الشمس. إيه هو نجم الشمس؟ أنا عندي أول حاجة حبيب قلبي هي الشمس. الشمس دي إيه هي أهميتها؟ لا انها تمدنا بايه؟ الشمس بتمدنا بالضوء وبتمدنا بالحراره. قول له يبقى الشمس تمدنا بالضوء والحراره. اتنين، ارتبطت الاقمار بالكواكب. انا عندي الكوكب بيلف حوالين القمر عشان بيلف حواليه بفعل عامل مهم جدا هو عامل الجاذبيه. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن 3 اسئله. رابع سؤال بيقول يبدو القمر مضيئا رغم انه جسم معتم. ببص على القمر بلاقيه منور، ولكن في التعريف يا مستر ده جسم معتم لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، لانه يستمد ضوء الحراره ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه. طيب السؤال اللي بعديه بيقول بما تفسر سمي مجرة سكة التبانة بهذا الاسم. انا عندي مجرتين، سكة التبانة والدرب اللبني. طيب احنا مجرتنا من المجرة الحلزونية، والحلزونية بتنقسم عندي النصفين، الدرب اللبني وسكة التبانة. يبقى اذا هنا بيقول لك سكة التبانة لانها تشبه التبن المتساقط على الطريق، ولو سمي درب لبني لانها تشبه باللبن المسكوب على الطريق. فاذا الاثنين زي بعض، سكة تبانة تبن مسكوب، درب لبني لبن مسكوب، ومجراتنا كلها من النوع الحلزوني. طيب نشأة السدم. السدم نشأت نتيجة انفجار النجوم. بسبب انفجار النجوم يا مستر فكونت لي حاجة اسمها السدم. والسدم هي مجموعة هائلة من أجسام غازية بتظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. طيب السؤال اللي بعديه بيقول بما تفسر يطلق على المجموعة الكواكب الداخلية باسم الكواكب الأرضية، ويطلق على المجموعة الكواكب الداخلية باسم الكواكب الأرضية لأنها بتتكون من مواد صخرية. خلي بالك، لأنها تتكون من مواد صخرية تشبه صخور الأرض، عشان كده سمي الكواكب الداخلية بالكواكب الصخرية. 3، يعرف كوكب الزهرة بتوأم الأرض. أنا عندي الأرض بيطلق الزهرة بيطلق عليه توأم كوكب الأرض. توأم عشان أكيد شبهه، يبقى أقول له لأنه بيتشابه معه. بيتشابه معه في إيه يا عم؟ قال لي القطر والحجم والكتلة. ركز، كتلة وحجم وكتلة، كتلة وحجم وكتلة. السؤال اللي بعديه لا يمكن تحديد مدة دوران الزهرة. ليه؟ ما بعرفش احدد مدة دوران الزهرة عشان له غلاف جوي متماسك يصعب اختراقه، يبقى له غلاف متماسك لا يمكن اختراقه. 10، كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد الصالح للحياة. أول حاجة عشان عندي عليه مية، والمية عليه بنسبة 70.7، يبقى كوكب الأرض كوكب الحياة ليه؟ لوجود الماء عليه. طيب يحتوي الغلاف الجوي على عندي أكسجين، ودرجة حرارته طبعا مناسبة للحياة. أنا عندي عطارد أول كوكب صعب مش عارف أعيش عليه. تاني كوكب وهو تاني كوكب يا مستر الزهرة، برضه ما ينفعش أعيش عليه عشان شديد الحرارة. كل ما ببعد فإذا كوكب الأرض يعتبر مناسب. طيب وطبعا في الشمس عشان الشمس متوسطة اللي هو نجم متوسط. طيب قوة الجاذبية عليه متناسبة، الجاذبية عنده متناسبة. طيب السؤال اللي بعديه يسمى كوكب المريخ بالكوكب الأحمر. طبعا عارف ان كوكب مريخ كوكب أحمر عشان غني بأكسيد الحديد الأحمر اهو. السؤال اللي بعديه تبدو الأرض منبسطا أمام الإنسان. طيب احنا عارفين ان الأرض كروية، فلما بنقف بيبان اللي احنا واقفين عادي مش مايلين زي الكوره. يبقى اقول له لاننا نرى بالعين مساحه صغيره جدا من الارض، عشان انا بشوف مساحه صغيره جدا، الكره الارضيه كبيره قوي، يبقى انا واقف على حته صغيره. ها ركز معايا. طيب بما تفسر الارض ليست تامه الاستداره، او ممكن يجي لك الارض
غير كاملة الاستدارة. ليه؟ او ابعاد الارض عن مركزها غير متساويه. انا عندي الارض عامله كده اهو، فاذا عندي ده اطول من ده، وكل ما بنزل تحت الدايره الخط بيصغر، هو خطوط دوائر ايه؟ العرض. طيب ركز معايا. اهتم العلماء هنا، لا نكملوا الارض ده. الارض ليست تامه الاستداره. يعني ايه؟ يعني ابعاد الارض غير متساويه. بسبب ايه؟ لان الارض منبعجه عند الاستواء ومفلطحه عند القطبين. هقول له لان الارض منبعجه عند الاستواء ومفلطحه عند القطبين. 14 اهتمام العلماء بوضع خطوط الطول ودوائر العرض لتسهيل دراسه كوكب الارض. خلي بالك السؤال ده كويس جدا. اهتم العلماء بوضع خطوط الطول ودراسه دوائر العرض لتسهيل دراسه كوكب الارض. السؤال اللي بعديه، انا عندي طبعا خطوط الطول وعندي دوائر العرض. السؤال يقول لك بما تفسر اهميه دوائر العرض. ايه هي اهميه دائره العرض؟ دوائر العرض دوائر عرض قسمت الكره الارضيه الى شمال وجنوب. 1. تحديد الاماكن. حلو، يبقى اول حاجه تحديد موقع الاماكن شمال وجنوب خط الاستواء. 2. تقسيم العالم الى مناطق حراريه، يبقى تقسيم العالم الى مناطق حراريه. والتعرف على الاحوال المناخيه. تاني، يبقى انا عندي التعرف على الاحوال المناخيه. ايه هو المناخ؟ حراره، رياح، امطار. ركز معايا. دوائر العرض قسمت الكره الارضيه الى شمال وجنوب، وعرفت لي المناطق الحراريه، وقسمت لي التعرف على احوال مصر المناخيه. طيب بيقول لك تشترك مع خطوط الطول في تحديد موقع المدن. طيب وتحديد موقع الانسان على سطح الارض. والله انا بقع في الجزء الشمالي الشرقي، انا بقع في الجنوب، بقع في الغرب، كل دي اماكن. حلو قوي. بما تفسر، انا زي ما قلت هنا اهميه خطوط الطول، والسؤال ده مهم جدا، سؤال امتحان. طيب السؤال اللي بعديه اهميه دوائر العرض، ولازم واحد ان شاء الله منك يا حبيبي يجي لك في الامتحان، وده برضو مهم. بيقول ايه السؤال ده؟ اهميه دوائر العرض. تحديد المكان. انا عندي الاول حاجه خطوط الطول ودوائر العرض. طيب انا اتكلمت دلوقتي عن دوائر العرض، اتكلمنا عن خطوط الطول. قسمت الكره الارضيه الى ايه؟ شرق وغرب. يبقى اول حاجه تقسيم الكره الارضيه الى شرق وغرب. طيب عندي خط اللي في النص ده اسمه خط جرينتش، وليه سموه جرينتش؟ نسبة لمدينة جرينتش التي تقع في جنوب لندن. تحديد الزمن في كل أنحاء العالم. كل ما اتجه ناحية الشرق بزود كام دقيقة يا حبيبي؟ 4 دقايق. وكل ما اتجه ناحية الغرب بنقص كام دقيقة؟ 4 دقايق. بنراجعه معايا. كمل. بما تفسر زمن الجهات الشرقية من الأرض متقدم عن زمن الجهات الغربية. الشرق كل ما بمشي للشرق بزود 4، وكل ما برجع بقلل 4 دقايق. لسه قايلها لك حالا دلوقتي على الرسمة اللي قدامنا. لأن الأجزاء الشرقية توجه إشعة الشمس قبل الأجزاء الغربية. طيب بما تفسر خلق الله الليل والنهار. ربنا سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار ليه؟ خلق الله النهار ليسعى ويمارس الإنسان حياته، وطبعا النبات. وخلق الله الأرض طبعا عشان نعيشوا عليها. تمام؟ طيب بما تفسر لا نشعر بحركة الأرض ولا تنفضل عن الأشياء. يعني أنا لما الأرض بتلف ما بحسش بيها. أو عدم شعور دوران الأرض، أو عدم شعور الإنسان بدوران الأرض. ليه ما بحسش بالأرض وهي بتدور؟ لأنها بتدور بسرعة منتظمة. هقول له لأنها بتدور بسرعة منتظمة وعليها جاذبية أرضية، يبقى هقول له وجود الجاذبية الأرضية. تاني يبقى أقول له إن الأرض بتدور بتدور بطريقة منتظمة وتربطها عوامل جاذبية. طيب السؤال اللي بعديه بيقول 20 تعاقب الليل والنهار او اختلاف التوقيت بين جهات الارض او انحراف الرياح او حدوث ظاهره الشروق والغروب. كل ده بسبب دوران الارض حول محورها. وخلي بالك كلمه محورها يعني حوالين نفسها. ولما اقول لك حوالين نفسها يعني الارض بتدور حوالين نفسها منين؟ من الغرب للشرق عكس عقارب الساعه، من الشرق للغرب كل 24 ساعه. هقول له بسبب دوران الارض حول محورها. طيب بما تفسر اختلاف درجه الحراره على سطح الارض. حلو، او بسبب اختلاف زاويه سقوط اشعه الشمس. زاويه سقوط اشعه الشمس. ولع كده الكشاف وقف هنا، اذا الاجزاء دي هتكون عندها كميه كبيره والاجزاء اللي ورا مش هيكون عندها نور. فاذا دلوقتي بسبب اختلاف سقوط اشعه الشمس. طيب بما تفسر الاماكن القريبه من خط الاستواء مرتفعه درجه الحراره. حلو قوي. ليه عند خط الاستواء المناطق بتكون شديده درجه الحراره؟ اشمعنى؟ هقول له لان اشعه الشمس تسقط عموديه او شبه عموديه على خط الاستواء. تاني، لان الشمس تسقط عموديه او شبه عموديه على خط الاستواء في معظم ايام السنه.
بما تفسر تقل درجة الحرارة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء لميل إشعة الشمس خاصة عند الدائرة القطبية يا إما الشمالية يا إما الجنوبية، بسبب إن أنا عندي برودة. أنا عندي حبيب قلبي هنا برودة وعندي هنا برودة وعندي هنا ارتفاع درجة الحرارة. ليه مرتفع درجة الحرارة؟ عشان الشمس عمودية. تمام؟ تمام. الإشعة العمودية يا حبيب قلبي بتكون أكثر حرارة من الإشعة المائلة. طبعا. ليه؟ هقول له لأن الإشعة العمودية تخترق مساحة، العمودية بتخترق مساحة كبيرة من الغلاف الجوي وتنتشر على مساحة كبيرة على سطح الأرض، زي ما قلت لك في الشرح. ولع الكشاف وخلي الكشاف بشكل عمودي، هيكون عندي مساحة كبيرة. طيب يبقى الإشعة المائلة تخترق أجزاء كبيرة. طب الإشعة العمودية عمودية زي الكشاف التليفون لما عملته لك أخدت مساحة صغيرة معايا. يبقى الإشعة المائلة بتخترق أجزاء إيه؟ كبيرة. أما الإشعة المائلة كبيرة. الإشعة العمودية تاخد مساحة إيه؟ صغنططة قد كده أهو، حسب ما بتعمل بالكشاف. وابقى اعملها وأنت قاعد بتشتغل كده وأنت بتذاكر، امسك الكشاف حطه كده خليه اخد شكل مائي عمودي، هتلاقيه عامل لك قرص صغير، ميله هننور الأوضة كلها. تمام؟ يبقى الإشعة المائلة تخترق مساحة كبيرة من الغلاف الجوي. طيب وطبعا بتكون إيه؟ أقل درجة الحرارة. طيب اما الاشعه العموديه تخترق مساحه ايه؟ قليله، قلت لك عملت قرص، تخترق مساحه كبيره من الغلاف الجوي وتنتشر جزء منه بسيط على الارض. بما تفسر اختلاف زاويه سقوط اشعه الشمس على المكان الوحيد بين شهر واخر. شهر واخر دي دوره سنويه، يعني فصول السنه، يعني ميل محور الارض. ميل بسبب وجود ميل محور الارض وثابت هذا الميل. الميل ما بيتغيرش. طيب بما تفسر يتساوى طول الليل والنهار عن خط الاستواء طوال العام بسبب تعامد الشمس. انا عندي فصلين زي الربيع والخريف، الاثنين المناخ فيهم بيكون معتدل. ليه؟ عشان المناخ معتدل، عشان بيكون الشمس عمودية عند خط الاستواء. هقول له بسبب تعامد الشمس على خط الاستواء. طيب عدم وضوح نظام فصول الأربعة اللي هي فصول السنة في الجهات القطبية أو الاستوائية. يعني إيه؟ عدم وضوح نظام فصول السنة، يعني مش واضحين. ليه؟ قال لي ولا في الأطراف الجنوبية ولا في الأطراف الاستوائية. إيه السبب؟ أولاً في إن الجهات الاستوائية تكون إشعة الشمس عمودية طوال العام، وبالتالي بتكون شديدة درجة الحرارة. ثانياً المنطقة القطبية في الشمال تكون إشعة الشمس مائلة. الله، دي فوق كانت عمودية، يبقى هنا مائلة دائما، فتكون الحرارة منخفضة. يبقى إذن في الأطراف عند خط الاستواء حر، أما في الأطراف القطبية شمال وجنوبي بتكون باردة، بسبب طبعا فوق متجمد وتحت متجمد 90 و90. طيب بما تفسر وجود جميع القارات مؤهله بالسكان عدا قاره قطبيه جنوبيه اللي هي انتاركتيكا، لانها طبعا انتاركتيكا تقع في اقصى الجنوب وهي قاره مجمده او شديده البروده ومغطاه بالجليد طوال العام. بما تفسر تعرف الكره الارضيه بالكوكب المائي عشان الميه عليه بنسبه 70.7 او في مثلا بيقولوا 71%، بس الميه عليها بنسبه 70.7 واليابس 29.3. طيب هقول ان الماء عليها بنسبه 70.7. يلا السؤال اللي بعديه بيقول، السؤال اللي بعديه بما تفسر صحة نظرية فيجنر. أنا عندي عالم ألماني اسمه العالم الألماني فيجنر اللي عمل نظرية أطلقت عليها نظرية زحزحة القارات. يا فيجنر أنت عملت إيه؟ بيقول لك بسبب التشبيه في الشكل بين الساحل الغربي لأفريقيا والساحل الشرقي الأمريكتين. أنا عندي لو جبت قارة أفريقيا وجبت قارة أمريكا الجنوبية خبطتهم في بعض هتلاقي الشكل كمل. يبقى هقول له بسبب الساحل الغربي لأفريقيا والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية. طيب بما تفسر قيعان المحيطات ليس متساوية. قاع المحيط غير متساوي. ليه قاع المحيط غير متساوي؟ هقول له قاع المحيط غير متساوي لأنها تتكون من صخور صلبة تكسر بها الكهوف والشعب المرجانية والبقايا، عشان كده تحت الأرض مش مستوية، الأرض معرجة. بما تفسر تكون الكون بسبب سقوط الأمطار. تكونت الأنهار. ليه الأنهار اتكونت؟ تكونت الأنهار نتيجة لسقوط الأمطار. تاني تكونت الأمطار بسبب سقوط الأمطار على المرتفعات. وبرضو تكونت الأنهار بسبب ذوبان الجليد. 2
يبقى واحد هقول له سكوت امطار، اتنين ذوبان جليد على قمم الجبال وتجري حسب انحدار السطح، مثل طبعا نهر النيل، وعندي نهري دجله والفرات، وعندي انهار كتير جدا. نهر النيل ده بينحدر، خلي بالك من المعلومه دي، من الجنوب بيطلع للشمال وبيصب في الدلتا، يعني بيصب في البحر المتوسط. طيب فاذا اللي بيصب فين؟ اللي بيصب في البحر المتوسط. بما تفسر اهميه المياه العذبه لانها استخدامات متعدده. طبعا كلنا عارفين المياه العذبه بنشربه، طهي طعام، نستخدمها في توليد الطاقه، نقل، صيد السمك. طيب السؤال اللي بعديه اهميه المياه المالحه. هل المياه المالحه ليها اهميه؟ اقول له طبعا المياه المالحه ليها اهميه. اهميه المياه المالحه لانها لها استخدامات عديده. اول حاجه طبعا بستخدمها في النقل، نحصل منها طبعا على المياه المالحه زي الاملاح، نحصل منها على الاملاح زي ملح الطعام، مصدر للحصول على الطاقه الكهرومائيه وغيرها، ومصدر برضو للاسماك. طيب بعد كده عندي السؤال الثاني بيقول ما النتائج؟ ما النتائج المترتبه على اختلاف درجه الحراره؟ تختلف الوان النجوم طبعا، فاذا لما بتختلف درجه الحراره بتختلف الوان النجوم، فالنجوم تختلف حسب درجه الحراره، ولسه قايل لك دلوقتي يا حبيبي اشد حراره بيكون لونه ازرق واقل حراره لونه احمر. طيب ما النتائج المترتبه على انفجار النجوم كونت لي سودوم؟ طيب ما النتائج المترتبه على سقوط نيزك على الارض؟ حلو قوي، لو النيزك عندي سقط على الارض، عندما يسقط نيزك يحدث حفره عميقه. حلو. وعندما سقط نيزك في منطقه مأهوله بالسكان بيعمل حفره عميقه، بيعمل دمار، لو منطقه فيها سكان بيعمل دمار شامل، اما في السكان فيتسبب دمار شامل. ما النتائج المترتبه على احتكاك الاجسام الصلبه الصغيره الحجم بالغلاف الجوي؟ تحترق كليا. اجسام صغيره حكت في الغلاف الجوي فاحترقت كليا، فكونت لي حاجه اسمها ايه؟ الشهب. هقول له ترتفع درجه الحراره وتحترق كليا مكونا الشهب لانها تظهر على هيئه سهام ضوئيه. تمام، تظهر على هيئه سهام ضوئيه. ما النتائج المترتبه على قرب كوكب عطارد من الشمس؟ طيب طبعا كوكب عطارد قريب جدا من الشمس فيترتب بسرعه كبيره في مدار حول الشمس، ولذلك بياخد 88 يوم، يبقى مده دوران عطارد حول الشمس 88 يوم. اول الكواكب شديد درجه الحراره، وكما انه يواجه الشمس بجانب واحد. من هو الكوكب الذي يواجه الشمس بجانب واحد؟ عطارد. 2. ما هو اصغر الكواكب حجما؟ هقول له انا خدت اصغر الكواكب حجما هو عطارد، واكبرهم حجما هناخدوه المشتري. طيب يتحرك بسرعه كبيره، مده دورانه 88 يوم عطارد. ما النتائج المترتبه على لكوكب الزهره غلاف غازي متماسك؟ طبعا لا يمكن تحديد مده دورانه حول نفسه. ما النتائج المترتبه على غني تربه المريخ باكسيد الحديد يسمى او اصبح يسمى بالكوكب الاحمر؟ حول لي بما تفسر لنتيجه معايا. طيب ما النتائج المترتبه على بعد كوكب المشتري عن الشمس؟ انا عندي الكواكب اسمها كواكب خارجيه وهناخدوها دلوقتي. الطاقه الشمسيه على كوكب المشتري ضئيله جدا بسبب انه طبعا بعيد جدا، فطالما بعيد فاذا ما بيتلقى كميه ضئيله جدا من درجه الحراره. ما النتائج المترتبه على الشكل الكروي للارض؟ حلو، انا عندي شكلين هوريهم لك برضو، الارض لو كرويه والارض لو مسطحه. الارض لو كرويه الشكل الكروي للارض اختلاف توزيع سكوت اشعه الشمس على سطح الارض، وبالتالي تختلف درجه الحراره ويختلف المناخ، ويختلف طالما بيختلف مناخ هتكون بيختلف النبات وهيتنوع النباتات والبيئات. طيب ما النتائج المترتبه على القطر الاستوائي اطول من القطر القطبي؟ اصبحت الارض ليست كامله الاستداره او غير كامله الاستداره. طيب السؤال اللي بعديه بيقول ما النتائج المترتبه على موقع الارض المناسب للحياه المناسب من الشمس؟ يعني ايه موقع الارض المناسب من الشمس؟ يعني موقعنا مناسب من الشمس. ايه اللي هيصبح على كده؟ اصبحت الارض هي الكوكب الوحيد الذي يصلح للحياه، عشان طبعا عليه ماء وعليه ضوء وعليه حراره مناسبه. طيب بعد كده ما النتائج المترتبه على تقسيم الكره الارضيه الى دوائر عرض؟ ايه اللي هيترتب لو انا قسمت الكره الارضيه الى دوائر عرض؟ تحديد الموقع المكان شمال وجنوب، وتحديد العالم من مناطق حراريه. كل ما بطلع فوق بتلج وكل ما بنزل تحت بتلج، وطالما فوق بتلج وتحت بتلج يبقى اذا بتقسم لي مناطق حراريه. عند خط الاستواء عندي حار وعندي امطار. ما النتائج المترتبه على تقسيم الكره الارضيه الى خطوط طول؟ اتكلمنا عن خطوط طول. تحديد الموقع بالنسبه شرق وغرب.
تمام؟ شرق وايه وغرب. وطالما حددت لي الكره الارضيه الى شرق وغرب، عملت حاجه مهمه جدا وهي اختلاف فصول او تحديد الاماكن بالنسبه لانحاء العالم. طيب ما النتائج المترتبه على ميل محور الارض او ثبات هذا الميل؟ طبعا محور الارض بيكون خط مايل بيؤدي الى اختلاف طول الليل والنهار واختلاف سقوط اشعه الشمس. اخدناه في البما تفسر. السؤال اللي بعديه، ما النتائج المترتبه على دوران الارض حول محورها؟ محورها يعني نفسها، تعاقب الليل والنهار، انحراف الرياح وانحراف الاجسام الساقطه وحدوث حركه الشمس الظاهريه. وعندي تعاقب الليل والنهار اهم. تعاقب الليل والنهار، اختلاف التوقيت، انحراف الرياح يمينا. طبعا الرياح لو جايه من اليمين طالع للشمال، ولو نازل من الجنوب، ولو جاي من اليسار نازل للجنوب. يعني لو جاي من اليمين طالع للشمال، يعني بيتجه شمالا. والهواء لو جاي من اليسار نازل للجنوب. احفظها كده. طيب ما النتائج المترتبه على تتعامد الشمس على مدار السرطان 21 يونيو، يعني 21/6. طالما 21/6 هيكون هذا المناخ فصل الصيف الشمالي والشتاء الجنوبي. تاني بصوا اهو تمام. خلينا هنا احسن. بص يا حبيب قلبي، ده استواء ده سرطان. الشمس هنا يبقى عندي صيف شمالي وشتاء ايه جنوبي. طيب دي فصول السنه. تتعامد الشمس على خط الاستواء يوم 23 سبتمبر 23/9، يعني عندي فصل الخريف، فيكون الخريف الشمالي والربيع الجنوبي. ما النتائج المترتبة على تعامد الشمس على مدار الجدي يوم 21 ديسمبر؟ شتاء، يبقى يحصل الشتاء الشمالي والصيف الجنوبي. واخدين بالكم معايا؟ كلهم على فكرة شمالي، صيف شمالي، شتاء شمالي، خريف شمالي، ربيع شمالي. تمام؟ يبقى اعرف التاريخ وابدا احط الفصل بتاعه عكسه جنوب. ما النتائج المترتبة على تعامد الشمس على خط الاستواء يوم 21 مارس؟ مارس ده فصل ايه؟ ربيع. طيب وطالما عندي فصل الربيع يكون هذا الربيع الشمالي والخريف الجنوبي. ربيع شمالي بقلب الفصل اللي قصاده. طيب ما النتائج المترتبة على دوران الارض النتائج المترتبة على الدورة السنوية للارض؟ طبعا عندي دورة اسمها دورة سنوية، وطالما دورة سنوية اختلاف سقوط الشمس على على المكان الوحيد في الارض. طيب حدوث فصول السنة الأربعة، عشان دي دورة سنوية، فصول السنة الأربعة، وتنوع المناخ والمحاصيل، وده مهم جدا السؤال ده. طيب عندي بعد كده ما النتائج المترتبة على اللي هيترتب على فصول السنة الأربعة. أنا عندي فصول السنة الأربعة على حياة الإنسان والحيوان والنباتات. بالنسبة للإنسان تختلف أنواع الملابس تبعا لتنوع المناخ. فصول السنة بعرف الملابس التي نرتديها. 2. بالنسبة للحيوان تتأثر طبعا حياة الحيوانات بعض التغيرات المناخية في فصول السنة. الحيوان ممكن يتعب حقيقي. أما بالنسبة للنباتات اللي أنا بحدد موسم الزراعة، يعني فصول السنة لازما بتأثر على الإنسان والنبات والحيوان. إنسان نبات حيوان. طيب بالنسبة للنباتات تتنوع المحاصيل الزراعية، عندي محاصيل صيفية وعندي محاصيل شتوية. السؤال اللي بعديه، ما النتائج المترتبة على اللي هيترتب على توزيع اليابس والماء على سطح الارض؟ طبعا اليابس والميه، اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الارض، والسؤال ده مهم جدا على فكره. طيب اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الارض، واختلاف الاقاليم المناخيه، واختلاف الاقاليم النباتيه، عشان لما المناخ بيختلف النبات بيختلف، واختلاف توزيع السكان، يعني السكان بتركز في انهي مناطق؟ في المناطق الساحليه. اللي هيترتب على تنوع التضاريس، انا فوق اتكلمت عن مسطحات مائيه، اتكلمنا تحت عن التضاريس. نفس الكلام تنوع المناخ والنبات والحيوان. ويؤثر على النشاط البشري، التضاريس بتأثر علينا، بتأثر عليا ازاي؟ انا ممكن اعيش في المناطق السطحيه والسهليه، ما اعرفش اعيش في المناطق الصحراويه. حضرتك قاعد قدامي ممكن تعيش في المناطق السهليه المنبسطه، ما تقدرش تعيش في المناطق الصحراويه. فتعتبر السهول اكثر ملائمه للنشاط البشري. انه سهول اللي هو سهول ساحليه، يا اما سهول فيضيه بس تقدر تعيش في المناطق اللي فيها ميه، بس ما تعرفش تعيش في المناطق الصحراويه. ليه؟ لانها بارده. ترتفع الكثافه السكانيه في مناطق السهول الخاصه بالتربه الخصبه والمياه العذبه، طبعا سهول صحراويه وساحليه. النتائج المترتبه على حدوث الزلزال، الزلزال لما بيحصل، تعريف الزلزال: هزات متتاليه تحدث في القشره الارضيه، هزات متتاليه تحدث في القشره الارضيه. يبقى لما بيحصل عند الزلزال تصدع القشره الارضيه، وتنخفض بعض الاجزاء فتغمرها المياه،
تنخفض بعض الأجزاء فتغمرها المياه، وترتفع بعض الأجزاء وتنحسر عنها المياه. يعني عندي بيتكون لي حاجات بترتفع وحاجات بتنخفض، ركز. طيب اللي هيترتب على حدوث البراكين، انا عندي البركان لما بيحدث بيكون لي 4 حاجات. ايه هم الحاجات اللي بيكونهم البركان؟ اول حاجه بيكون لي حاجه اسمها جزر او جبال مخروطيه. جبال مخروطيه زي جبال كينيا، هضاب بركانيه هضبه اثيوبيا، تلال بركانيه زي تل ابو زعبل، جزر بركانيه مثل جزيره هاواي. يبقى اذا بيقول له النتائج المترتبه لما البركان بيحصل بيكون لي اول حاجه جزر بركانيه مثل جزيره هاواي، جبال مخروطيه مثل جبال كينيا، هضاب بركانيه مثل هضبه اثيوبيا واليمن. طيب يبقى انا عندي جزر بركانيه، وعندي لو جه قال لي عايز تلال هقول له عندي تلال اسمها تلال ابو زعبل. تمام، دي تلال بركانيه برضو. طيب النتائج المترتبه على الحركه الباطنيه للارض، تتكون القارات وسلاسل الجبليه العملاقه. النتائج المترتبه على التعريه المائيه، التعريه المائيه تقوم المياه بنحت ونقل وارساب. تاني، بتقوم المياه بنحت ونقل وارساب، تنحت وتنقل الصخور، وبيؤدي الى تكوين طبعا السهول الفضيديه ودليات الشواطئ. اللي هيترتب على التعريه الهوائيه، الهواء كون لي ايه؟ كون لي نحت ونقل وارساب الصخور، فكون لي حاجه اسمها سهول صحراويه. برافو عليك. فتقوم طبعا بتكوين سهول صحراويه اللي هي زي الكثبان الرمليه. التعريه الجليديه عملت بحيرات جليديه. طيب يعني ايه؟ قامت او نتيجه تساقط السلوك فوق بعضها البعض، تلج فوق تلج فوق تلج. يبقى اذا تلج فوق تلج فوق تلج، فكونت لي حاجه اسمها البحيرات الجليديه. شكرا. النتائج المترتبه على، يبقى اذا تعالى معايا، سهول ساحليه، عندي تعريه مائيه كونت لي شواطئ، هوائيه كونت لي كثبان رمليه، جليديه بحيرات جليديه. طيب ما النتائج المترتبه على التعريه الجليديه؟ خلاص قلناها. ما النتائج المترتبه على اتساع مساحه المياه على الارض؟ انا عندي طبعا اصبحت الكره الارضيه تعرف بالكوكب المائي، عشان كده المياه عليها بنسبه 70.7. اللي هيترتب على سقوط الامطار على المرتفعات وذوبان الجليد هتكون لي ايه؟ الانهار. قلت لك الانهار نشأت نتيجه سقوط الامطار، وطالما عندي امطار كونت لي انهار. طيب يبقى اذا طالما عندي امطار كونت لي انهار، عندي بقى معظم اسئلتنا بتيجي عندنا قارن. انا هاخد القارن عندي بين كل من. اول حاجه اجسام متوهجه ساخنه ينبع منها ضوء وحراره. النجوم اجسام كبيره الحجم مضيئه متوهجه بتشع ضوء وحراره. اقرب النجوم لكوكب الارض، اقرب النجوم هو الشمس. تمام، ومثل الشمس يصعب حصرها طبعا عددها. الكواكب هي اجسام معتمه، اجسام معتمه ضلمه، هي اجسام معتمه لا تستمد الضوء والحراره، او اجسام معتمه لا تشع ضوء والحراره، بل تستمد الضوء والحراره من اقرب نجم لها اللي هو مين؟ الشمس. ده بالنسبه للتعريف. طيب عندي حاجه اسمها السدم، والسدم هي مجموعه هائله من مواد غازيه بتظهر في السماء على شكل سحابه من الغبار. طيب عندي بعد كده تعريف مهم جدا، النيازك. التعريف ده بيجي كتير جدا في الامتحان. النيزك اجسام صخريه صلبه كبيره الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي بتحترق جزئيا. يبقى النيازك بتحترق جزئيا، ويتبقى منها اجزاء تخترق طبعا وتنزل عندنا سطح الارض، وخدناها في الميم متفصل. لو نزلت في منطقه فيها سكان بتعمل دمار، ولو نزلت في مكان خالي في السكان بتعمل حفره عميقه. طيب عندي الشوب هي اجسام صخريه صلبه صغيره الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي بتحترق ايه؟ الشهب كليا، اما النيازك جزئيا فالباقي بيقع، اما الشهب بتحترق كليا فالباقي بيصل الى سطح الارض. مجموعه الكواكب الداخليه، انا عندي كواكب داخليه وخارجيه. الداخليه سموها داخليه عشان قريبه من الشمس، اما الخارجيه سموها خارجيه لانها بعيده عن الشمس. طيب الكواكب الداخليه، ايه هي الكواكب الداخليه؟ عطارد، الزهره والارض والمريخ. الكواكب الخارجيه المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. يبقى انا دلوقتي عندي عطارد، الزهره، الارض، المريخ. سميت داخليه عشان هي كواكب صلبه، اما الكواكب الخارجيه كواكب غازيه. بيجي قارن، يبقى الكواكب الداخليه صلبه حجمها صغير، يبقى الكواكب الخارجيه حجمها كبير.
طيب يبقى دي صغيره، ديت سموها داخليه عشان سريعه، يبقى دي طالما سريعه يبقى الثانيه ايه؟ بطيئه. انه اللي هيوصل الاول، اللي هيطلع مثلا عندي واحد واقف عند الباب والتاني واقف في اخر الاوضه، مين اللي هيطلع الاول؟ اللي عند الباب. ليه؟ عشان قريب من الباب، هي نفس الفكره، عشان اللي قريب من الباب يبقى سريع الدوران، يطلع بسرعه ويرجع عشان قريب من الشمس. طب بص الكواكب الخارجيه، قال لي الكواكب الخارجيه بعيده عن الشمس، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. هنا كانت صلبه يبقى هنا غازيه، هنا كانت صغيره تبقى هنا كبيره، هنا كانت سريعه يبقى هنا بطيئه، وده الفرق ما بين الكواكب الداخليه والكواكب الخارجيه. طيب اللي بعديه عندي برضو مجموعه من الكواكب. اول كوكب هو عطارد، اقرب واحد للشمس قلناه، والعطارد بياخد 88 يوم عشان يلف، حصل. يبقى اذا كوكب عطارد يدور حول الشمس في كام يوم؟ 88 يوم، عشان اقرب الكواكب وبيقابل الشمس بوجه واحد او اتجاه واحد. طيب المشتري، حلو، ماله المشتري؟ يدور حول الشمس كل 12 سنه. 12 سنه، يعني انت يا بتاع اولى اعدادي وانت عندك 12 سنه، هو كان لسه دلوقتي بيلف لفه واحده. طيب عايز اقول لك ان انا عندي حزام اسمه حزام الكويكبات، وحزام الكويكبات ده بيفصل الكواكب الداخليه عن الكواكب الخارجيه، يعني بيفصل ما بين كوكب المريخ وكوكب المشتري، واقف في النص مجموعه من الكواكب الصغيره. طيب اهم ما يميز كوكب عطارد، طبعا عارف ان عطارد هو اقرب الكواكب للشمس واصغرهم حجما وشديد الحراره وواجه الشمس بجانب واحد، لسه قايلينه في بما تفسر. اما كوكب المشتري ده كان اصغر الكواكب، هنا يبقى اكبر الكواكب. طيب وطبعا اكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسيه ويتلقى كميه ضوء ضئيله جدا. ما علينا. اللي بعديه كوكب الزهره، عشان بيطلق عليه توأم كوكب الارض، انا كده بجيب كوكب داخلي وكوكب خارجي، ركز. طيب كوكب الزهره اللي هو الكوكب الثاني من الكواكب الداخليه، اللي بيدور حول الشمس كل 225 يوم، اللي بيطلق عليه توأم كوكب الارض. ليه بيطلق عليه توأم الارض؟ اكيد عشان شبه الارض، مش ناقصه فقاقه. شبهه في ايه؟ في القطر والحجم والكتله. يبقى السنه عليه ب 225 يوم، حجمه يقارب الارض، ويعرف بتوأم كوكب الارض. طيب ليه؟ عشان بيشابه الارض في القطر والحجم والكتله، لسه قايلين الكلام ده. وله غلاف غازي متماسك يصعب اختراقه، عشان كده مش عارف احدد مدته. اما كوكب زحل، قال لك زحل، يا سلام على زحل. ده زحل له حلقات حلزونيه، الوانها حلقات حلزونيه. زحل له حلقات حلزونيه احمر ازرق بنفسجي، احمر ازرق بنفسجي. تمام؟ طب خد عندك تاني، زحل بيلف حوالين الشمس كل 29 سنه ونص. يا لهوي، 29 سنه ونص يا مستر بيلف زحل، برافو عليك. زحل اكبر من كوكب الارض ب 763 مره. انت مقتنع بالرقم؟ 763 مره، يعني لو الارض كده ما شاء الله هو كل ده 763 مره. طيب يا عم محمد ركز معايا، تدور حوله حلقات حلزونيه الوانهم احمر ازرق بنفسجي. طيب وطبعا الحلقات الحلزونيه بتنقسم يا اما صخريه يا اما جليديه، خلي بالك زحل الحلقات دي يا اما صخريه يا اما جليديه. طيب كوكب الارض اللي هو طبعا كوكب الارض اللي هو الكوكب المائي، ويسمى كوكب مائي طبعا لان الماء عليه بنسبه 70.7. بص معايا، يدور حول الشمس كل 365 يوم وربع واحد. اما كوكب اورانوس بيعوز 82 سنه عشان يلف حوالين الشمس. شايف عشان بعيد قد ايه؟ بيعوز 82 سنه عشان يروح عند الشمس، بيتجه من الغرب للشرق، من الغرب ركز، عكس عقرب الساعه، من الغرب للشرق بيعوز، يا لهوي، بيعوز اورانوس 82 سنه. طيب يسمى طبعا كوكب الارض بالكوكب الازرق عشان يسمى بالكوكب المائي عشان الميه عليه بنسبه 70.7. 70 اهي، خلينا هنا 70.7. وتمام. وطبعا بيدور حوله قمر واحد او قمر وحيد بيكون تابع ليه. طيب اما كوكب اورانوس ماله اورانوس؟ اورانوس ده بيطلق عليه توأم الكوكبين اللي قبليه، مين هما؟ المشتري وزحل. يظهر طبعا في السماء او بيطلق او يشبه زحل والمشتري اللي هما اللي قبليه. اتنين يظهر في السماء على هيئة كرة ملساء لونها، احفظها كده، اخضر مزرق. اخضر مزرق، يعني اخضر مايل للزراق، اخضر مزرق، اخضر مايل للزراق. طيب اللي بعديه
كوكب المريخ وكوكب نبتون. المريخ ده كوكب احمر، السنه عليه ب 687 يوم، يعني اخد الف عليه اقعد عليه 687 يوم وارجع تاني، خلاص انا كده بقى عندي سنه ابعد من الارض. اما نبتون بيعوز 165 سنه عشان يلف. انت مقتنع؟ الارقام مهمه بتيجي في الامتحان. طيب المريخ بيسمى الكوكب الاهلاوي. كوكب اهلاوي. كوكب اهلاوي يبقى كوكب احمر. ليه؟ عشان تربته غنيه باكسيد الحديد الاحمر، اخدناه في البما تفسر. اما كوكب نبتون يسمى بالكوكب الازرق بسبب ان لونه ازرق. عارفين ليه؟ ما بيوصلوش نور. ليه يا مستر؟ شديد بروده، بعيد عن الشمس، بيتلقى ضوء خافق، نقطه للدايه قد كده بتوصل له، بتنور جوه الكوكب كله. ليه؟ لانه ابعد الكواكب للشمس. يبقى شديد البروده، البعد عن الشمس، يبدو ككره ملساء، ككره ملساء ازرق تشع ضوء خافقا في الكون، ويبدو ويكاد ان يكون توأم طبعا كوكب اورانوس. انا عندي خطوط طول وعندي دوائر العرض. المقارنات دي مهمه جدا. انا عندي خطوط طول وعندي دوائر عرض. انا اتكلمت عنها. خطوط الطول نازله بالطول، عددهم قد ايه كلهم؟ 360. خط جرينتش قسمها شرق وغرب، 180 و180، 180 شرقا و180 غربا. حددت لي الاماكن والتوقيت، وقسمت لي الكره الارضيه الى شرق وغرب. شكرا، اخدناها في البما تفسر برضو. يبقى اذا لخطوط ده هبدا مثلا بخطوط الطول، هي انصاف دوائر وهميه، ده بالنسبه للتعريف. انصاف دوائر وهميه تبدا من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. واحد بيفصلهم خط في النص اسمه خط جرينتش، وسموه جرينتش ليه؟ نسبة لمدينة جرينتش التي تقع في جنوب لندن. طيب عددهم 360. قلت لك عددهم 360، عندي 180 وعندي 180. تحديد الموقع من الاماكن، وقسمت لي الكرة الارضية الى شرق قلت لك وغرب. تمام؟ وتحديد الزمن في كل انحاء العالم. الدورة اليومية والسنوية. عندي لسه دوائر العرض، هي دوائر افقية وهمية متوازية بس غير متساوية. ليه يا عم؟ هقول لحضرتك. ده اقل من ده، اقل من ده، يبقى غير متساوية بس متوازية. عددهم قد ايه؟ 180. يبقى انا عندي بعد خط الاستواء، بعد خط الاستواء ده 180، يبقى عندي 90 وعندي 90، 90 و90 180. ده الخط ده قسم لي الكرة الأرضية إلى شمال وجنوب. يبقى أول حاجة قسمت لي الكرة الأرضية إلى شمال وجنوب، وتقسيم العالم إلى مناطق حرارية. تمام؟ ناخد اللي بعديه، الدورة اليومية والدورة السنوية. دورة يومية جاية من اسمها، دورة يومية تحدث كل 24 ساعة. دورة سنوية بتحصل بتحدث كل 365 يوم وربع. حلو. طب دورة اليومية بتحدث كل 24 ساعة. ايه اللي بيترتب عليها؟ كل يوم، كل يوم يبقى دورة يومية، يبقى ليل ونهار. واحد، ليل ونهار. اتنين، انحراف الأجسام الساقطة. تلاتة، اتجاه الرياح. عندي جاذبية، يبقى إذا انحراف الرياح. وقلت لك الهواء لو جاي من اليمين لسه قايلها لك طالع للشمال، ولو جاي من اليسار نازل للجنوب. نفس الكلام. حدوث حركة الشمس الظاهرية، وكل الكلام ده أنا لسه قايلينه. طيب الدورة السنوية للأرض، أنا عندي الأرض بتدور حول الشمس. خلي بالك، الدورة اليومية بتدور حول محورها أو حول نفسها. أما للدورة السنوية بتدور حول الشمس. ركز معايا الله يفتح عليك. طيب يبقى تدور حول الشمس. أما الدورة اليومية بتدور حول محورها. محورها يعني نفسها، كأنك ماسك كرة بتلفها حوالين إيديك. طيب كل 365 يوم وربع. ينتج عن دوران الارض حول الشمس طبعا حدوث فصول السنه الاربعه، وهم لسه متكلمين برضو عنهم. تمام؟ انا هنا بقارن. اليابس هي الاجزاء المرتفعه عن سطح الارض التي لا يغمرها المياه. اليابس انا قلت لك برضو ارجع للشرح بتاعي على القناه. كده كده واقف على يابس، رحت لقيت بركه ميه رحت نازل فيها، بقيتوا كده في الميه. يبقى اليابس هي الاجزاء المرتفعه عن سطح الارض التي لا يغمرها المياه، ما بيغطيهاش ميه. طيب يبقى اللي هي الاجزاء المرتفعه عن سطح الارض التي لا يغمرها المياه. انا قلت لك انا عندي الميه بنسبه 70.7 واليابس 29.3. تمام؟ اليابس دوت ميدان الرئيسي للنشاط الانسان، المكان اللي احنا بننزله، بتلعب كوره، بتروح الملاهي، بتروح المدرسه، بتروح النادي، بتروح الكلام ده في الميه؟ مفيش الكلام ده. يبقى الميه لها برضو اهميه. باخد من الميه ايه؟ انا كده باخد من الميه حاجات كتير. خد عندك سمك واملاح ولؤلؤ ومرجان واسفنج واسفنج، كل ده
فاذا مصدر باخد منها الاملاح وغيره وحاجات كتير جدا. طيب وده كده بالنسبه للتعريف ما بين اليابس والماء. اتكلمنا عن توزيع اليابس في النصف الكره الشمالي وتوزيع اليابس في النصف الكره الجنوبي. توزيع اليابس في النصف الكره الشمالي يقع معظم اليابس من حيث اليابس اوروبا كلها، امريكا الشماليه كلها، اوروبا، امريكا الشماليه كلها. طيب معظم اسيا ما عدا الاطراف الجنوبيه ودي مهمه جدا. والنصف الشمالي لقاره افريقيا، بحر متوسط طبعا. والاطراف الشماليه قاره امريكا الجنوبيه، اقصى الشمال، بحر كاريبي وحاجات طبعا عليك. يمر بها مدار السرطان. الله، توزيع اليابس في النصف الكره الشمالي يابس، يعني كلام ما فيهوش اماكن ما فيهاش ميه. يقع في معظم اليابس من حيث يقع بها معظم اليابس من حيث اوروبا كلها، امريكا الشماليه كلها، اسيا ما عدا الاطراف الجنوبيه، مهمه جدا. النصف الشمالي لافريقيا، الاطراف الشماليه لقاره امريكا الجنوبيه، عكسها على طول هنا اهو. توزيع اليابس في النصف الكره الجنوبي، هنا كان الشمالي، الجنوبي. يقع به معظم الماء حيث يضم. في الميه فين؟ استراليا كلها، القاره القطبيه الجنوبيه اللي هي انتاركتيكا كلها، معظم امريكا الجنوبيه ما عدا الاجزاء الايه؟ هنا كانت ما عدا الاجزاء الشماليه، يبقى هنا ما عدا الاجزاء الشماليه. النصف الجنوبي لافريقيا والنصف او الاطراف الاخرى من اسيا. طيب توزيع اليابس في النصف الشرقي، في الشرق، يضم قاره مين؟ انا عندي قارات مين اللي في الشرق؟ اسيا ما عدا الاجزاء صغيره، واستراليا كلها، ومعظم مساحه اوروبا وافريقيا. بص يا حبيب قلبي، قلت لك خط انزل لخط جرينتش قسم لي اسيا ما عدا اجزاء صغيره، اوروبا نصفها، افريقيا نصها، طبعا استراليا كلها. اما اليابس في النصف الكره، لما يجي يقول لي يابس، على فكره لما يجي يقول لي يابس انا بتكلم على القارات، ها ركز معايا، بتكلم على القارات. توزيع اليابس في النصف الغربي، قال لي يضم الامريكتين كلهم، النصف الغربي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، والنصف الغربي لقاره طبعا القطبيه الجنوبيه اللي هي انتاركتيكا. وده توزيع اليابس. انا عندي ابار وعيون، وده اخر حاجه عندي ان شاء الله هتكلم عليها، المياه يعني، وناخده كام مصطلح. العيون هي تدفق طبيعي للمياه الجوفيه وخروجها الى سطح الارض ومن هنا بشكل مستمر. اما الابار هي حفره يتم حفرها، بيتم حفرها بشكل رئيسي في الارض لوصول المياه. بستخدم الماء لسه قايل لك في الشرب وتوليد الكهرباء والسمك وغيره والملاحه، وهنا بستخدم الماء المالحه في النقل وارد ونحصل منه على املاح، ولسه بنتكلم وقايل الكلام ده مرتين. اهم المصطلحات. طبعا قلت لك ان النجوم هي اجسام متوهجه ساخنه، اجسام متوهجه ساخنه، اجسام كبيره الحجم مضيئه متوهجه تشع ضوء وحراره. النجوم. الكواكب اجسام معتمه، اجسام معتمه تعكس ضوء الشمس الساقط، اجسام معتمه. ثواني، الكواكب هي اجسام صغيره نسبيا، اصغر من النجوم، معتمه لا تشع ولا ضوء ولا تشع حراره. الاقمار هي اجسام معتمه، اجسام معتمه بل تعكس ضوء الشمس الساقط عليه. المجرات هي تجمعات كبيره من النجوم مختلفه الاشكال والانواع والاحجام، ومجراتنا من النوع الحلزوني. طيب عندي السدم هي مجموعه هائله من مواد غازيه، احنا كل الكلام ده برضو قلناه بس بنعيده تاني. مجموعه هائله من اجسام غازيه بتظهر في السماء على شكل سحابه من الغبار. النيازك، تعريف النيازك لسه قايلينه، اجسام صخريه كبيره الحجم عند احتكاكها بالغلاف الجوي بتحترق جزئيا فبتنزل بتعمل حفره عميقه. طيب اما الشهب اجسام صخريه صلبه صغيره الحجم عند احتكاكها بالغلاف الجوي فبتحترق كليا. طيب عندي برضو مجموعه من التعريفات تانية كده وهي المذنبات، وعندي حزام الكويكبات. قلت لك حزام الكويكبات هي مجموعه من الكواكب الصغيره، تفصل بين الكواكب الداخليه والكواكب الخارجيه. طيب القطر هو قطعه مستقيمه تصل بين نقطتين طيب على سطح الارض. دوائر عرض دوائر وهميه افقيه غير متساويه. اما خطوط الطور انصاف دوائر وهميه تبدا بين القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. محور الارض، احنا قلنا كل التعريفات دي. محور الارض هو خط وهمي يصل بين القطب الشمالي وينتهي عند القطب الجنوبي بس بيمر بمركز الارض. فصل مناخي فترة زمنية تتميز فيها أو من حيث الحرارة والرياح والأمطار. طيب
عندي برضو المياه هي الاجزاء المنخفضة التي يغمرها المياه، اما اليابس هي الاجزاء المرتفعة التي لا يغمرها المياه. الجبال، تعال احنا التعريفات من اول الجبال دي هنا مهمة. انا عندي الجبال والمحيطات. المحيطات هي مساحة واسعة من المياه المالحة، مساحة واسعة من المياه المالحة ذات أعماق كبيرة. واخدت المحيطات عندي 5: هادي وأطلنطي وهندي وقطب شمالي وقطب جنوبي. والمحيط الهادي أكبر المحيطات وأصغره محيط قطب شمالي. الجبال هي أرض مرتفعة عن سطح الأرض، تمام؟ مالها شديدة الانحدار. حلو، أرض مرتفعة عن سطح الأرض شديدة الانحدار ولها قمة، حصل، طولها 1000 متر. يبقى هي أرض مرتفعة عن سطح الأرض ولها قمة ويزيد ارتفاع عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر. عندي جبال مثل جبال الألب في أوروبا، والهيمالايا في آسيا. ألب أوروبا، هيمالايا في آسيا، الإنديز أمريكا الجنوبية، والبحر الأحمر في أفريقيا في مصر. طيب، الهضاب هي أرض مرتفعة متسعة مستوية أو شبه مستوية، طولها 500 متر. طيب، زي عندي كم هضبة؟ عندي هضبة اسمها هضبة أثيوبيا وهضبة الحبشة. التلال هي أجزاء مرتفعة عن سطح الأرض تشبه الجبال، بس بتكون أقل من 1000 متر. السهول أرض منبسطة لا يزيد ارتفاع عن 500 متر. الهضبة كانت بتزيد عن سطح البحر وتنقسم إلى سهول فيضية مثل نهر النيل، وعندي طبعا نهري دجلة والفرات، وعندي سهول ساحلية زي البحر الأحمر والبحر المتوسط. الأودية هي أرض منخفضة ضيقة، تمام، تحفها المرتفعات مثل وادي النيل. المرتفعات هي الأجزاء المرتفعة عن سطح الأرض، والمنخفضات هي الأجزاء المنخفضة عن سطح الأرض. طيب، عوامل الباطنية هي العوامل التي تشكل سطح الأرض. زي إيه يا عم؟ العوامل الباطنية حاجات ما بشوفهاش زي الالتواء والانكسار. الزلزال برضو قلناه هي هزات متتالية تحدث في القشرة الأرضية، ترتفع أجزاء وبتنخفض أجزاء. ودي مجموعة من التعريفات اللي عندنا. طيب، نكونوا كده راجعنا معاكم الجغرافيا كلها بشكل عام. كده فاضل لنا مراجعة التاريخ. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم، هنزل لكم مراجعة تاريخ جامدة جدا برضو نفس الكلام. ما تنسناش باللايك والسبسكرايب بتاعك في القناة. منتظر كل جديد. السلام عليكم.